السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبده عبد الله في كل مكان. احنا النهارده هنصطاد بعنب يا جماعة. احنا جينا المرة اللي فاتت ربنا كرم خدنا سمكة. بس في حاجة غريبة النهارده ظاهرة في المية. المية دي يا جماعة ملبنة أكتر من التلبين كمان، يعتبر عقار. في علامة أي نعم في المية، ولكن المية دي مش طبيعية النهارده. مش عارفين ده شغل كراكات تاني ولا ده الشغل بتاع الفيضان بتاع السيول بتاعت السودان. عامة احنا هنتوكل على الله وهنرمي برضه يا جماعة، ولو ان المية شكلها مش حلو قوي، بس احنا هنتوكل على الله وهنرمي. تطعيمة العنب كمان مرة يا جماعة اهي. بتعدي العنبايه كده زي ما انت شايف حضرتك، بتعمل سبحة كام حباية بتلفها كده زود يا استاذ رضا على مهلك. تعدي السنارة من المكان اللي هو بيبقى فيه العرش ده وتروح لفيفها كده اهي. كام حبايه؟ 7 8 حبايات اللي انت تعمله يعني كده تمام. وبتدور على حبايه كبيره شويه زي دي وناشفه، وتروح عاملها كده لفيفها في السناره. تمام. انا حبيت اطعم الاول عشان ايديا ما تتعص. عايز اوري حضراتكم طريقه التسفير، لان في ناس كتير بتسالني عليها. طبعا يا جماعه مش شرط ان انت ترمي في الوسط، ارمي مكان ما التسفير بينزل يعني كده، يعني مسافه مثلا 20 متر من البر. الشيالات يا جماعه اللي عند الاستاذ ميسره دي يا جماعه ثمنها حلال، والله العظيم ثمنها حلال. الشياله دي يا جماعه تحفه مش دعايه ولا الكلام ده. ممكن حضرتك تحط فيها العود كده، وممكن توقف عليها العود كده. شيال بامانه. وده الفسفور ده يا جماعه لو نورت عليه بالكشاف بعيد بالليل بينور. الفسفور ده شياله بامانه جميله. يلا ادعوا لنا يا جماعه ونهاركم زي العسل. انا هنصفر بقى. احنا بنجيب يا جماعه العنب زي ما حضراتكم شايفين كده. دولت كلهم احنا كنا يعني دولت وشويه في الكياس كمان. تامر ابن عمي واحمد ابن عمي خدوه ب 20 جنيه، يعني مش بفلوس تزفر بهم الميه. طريقه التسفير يا جماعه، حضرتك بتقف في المكان كده، الميه ماشيه كده، هتقف في وشك بحيث ان هم يرتاحوا في مكان ما الحداف بيرتاح كده. حضرتك مش شرط برضه كده. عايزين نخلي شويه عند جاب، صح؟ دوس دي يا جماعه طريقه التسفير. تنزل حضرتك تصطاد الغمزه بتاع الصيد بعنب يا جماعه. العنب باله طويل، اي صيد سمكه تقيله بالها طويل. النقره بتاعتها يا جماعه بتنقر زي نقر الكركور قدام كده. شبع النقره دي، وساعات السمكه بنسبه 90% بتضرب نفسها. يلا ادعوا لنا ونهاركم زي العسل. ايه دي؟ شوف هتعوم فين؟ في النص ده في اخر الدنيا وعايز اتعوم. نفتح لك ده عامل زي شد القرموط بالظبط. شوف عايز اعوم فين. بص ولا بنفتح لك البتاعه دي. ده بالنيه صغيره دي ولا ايه؟ شوف انا عايز نعرف ايه دي، قرموط ده ولا ظهرش يا ابو احمد؟ معايا اهو. ده قرموط ده ولا ايه؟ قرموط وربنا. يا ابن الكلب، عرفته من تنطيح. دخل على العنب. هات اللي قفا. يا ابن الكلب، عرفته من التنطيح يا عم، مش تنطيح بالنية دي. خد
خش عليه انا ولا اخش عليه انت؟ عادي اي حاجه انا هعومه لك اهو عشان انا بدايه يخرب بيتك. حتى خطفته باينه مش زي خطفه البنين. ده رموت كبير ده وحش. انا مش شايف. هذا مهلك بس يا عسل نور الراديو. يلا نهارك عسل. رموت يا عم. حلو عسل. اسف بالطعميه. احسن من الفلافل. قرموط النوباريه دي ما فيهوش كلام. الله اكبر الله اكبر. الله ينور. ايه الله ينور عليك يا رضوان. تمام يا عسل. تمام اهو. يلا نهارك بيضحك. خدت شيلهولك شيله حلوه يقع من ايدي. لا عادي خلاص كده. عامل شبه الحمام. ده النباريه. اربط النباريه ده. المكان ده غويط. بسم الله ما شاء الله عليك. وبعدين بتغمز ازاي هنا؟ فكرك بتنتش كده اهو ترد عليه. ما بتملاه زي اللي هناك في الماء الحامية التانية. صباح الفل. صباح الهنا. مغطي راسك انت النهارده. كنا نفسنا بس. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. تسلم كده يا عبوه. ايه؟ وعليك يا حماد يا حبيب عمك. هي السمكة ليه ما بتعومش هنا؟ شوف طلعت لغاية فين؟ بص مش عايزة تعوم. سمكة كبيرة يا واحد. لا مش خلي بالك مش شرط والله. كثافة المية تقيلة عليه. ساعد السمك. مسافة المية العمق بتاع المية. عمق المية. اللهم صل على النبي. تزرع احمد ها؟ ايوه صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي اللهم صل على النبي. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا. طبعا احنا في الوقت ده ما نستعجلوش على السمك يا ابو احمد بالراحة ها؟ بالراحة عشان نفهمه برضه احنا. ايوه تتعامل معاه كده اهوت. السمك عندها قوة تحمل. الله اكبر. وانت عندك قوة تحمل. عارف انها مش كبيرة. هات البتاع ده يا ابو زيزو. اهي. نيمها في المية. نيمها في المية. الواد ده مرزق عبوه. بص يلا يا ست الكل. تعالى مش عارفش قد ايه على انا عايزك تعرفنا يا ابو احمد امتى بقى خلاص نشد السمك ونطلعها لما خلاص. لما السمكه تبص كده تخليها تاخد في اللمسات الاخيره هي كده يا ابو زيزو. وبعدين السمك مش عايز اللي يستعجل عليه. بالراحه كده اهو هتتعب غصب عنه. بص خلاص هي انتهت اهي. كمان واحده ولا بتاعه تنتهي على كده. بس دايما ايه تحاول مره ولا اتنين تعومها كده وتاخد ايه نفس هوا من فوق كده. بص كده كده بص كده بنقول عليها بتشرق. ايوه شرقتها كده. شرقتها مره ولا اتنين. خلي بالك الصغيره بس هي اللي بتتعب. اهي كمان واحده. خايفه من اللقافه. نايمها في الميه. نايمها يا ابو زيزو كمان شويه كده. نايم طول اللقافه يا ابو زيزو. اللقافه طويله. بتطول عن كده. ايوه بتطول يا عم. هي خايفه مني. اخلص يلا. صلى على النبي. صلاة النبي. السلام. اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا ميسر الحال يا رب.
يا ميسر الحال. الله اكبر. اللهم صل على النبي. تعالى يا معلم. الله اكبر. السناره بقى. اه النار بيت فيها ان شاء الله. ايوه انا بنرد عليه. سيبها يا ابو زيد. يلا يا رضوان. الله ينور يا احمد. عليك يا عسل. تسلم ايدك. صباح الفل. الله ينور يا باشا. صباح صل الفل. على النبي. استفتاح. تحكم عسل ان شاء الله. اللي منورنا النهارده يا محمد. عايزين عياش. يا حمد. صور محمد انا بلد. اهو محمد اهو. يلا يا حمو. الله ينور يا حمو. تسلم يا حمو. صور مع عمك عبد. صباح صور مع العسل. عمك عبد. لو ماسكه ماسكه ده حبيب الاطفال. عم عبد ده بيحب الاطفال. صباح الفل. نهاركم ابيض. مصر. احنا يا جماعه كده وتقريبا ما بننامش، فبنيجي نطبق. احنا النهارده ربنا كرمنا بالقرموط والبنيه دي. القرموط لما بيبقى في مكان متواجد فيه قراميط وحضرتك تعودوا على العنب، يعني احنا زفرنا هنا بتاع 5 6 مرات، بيخش القرموط على العنب زي البن. في اخر فيديو بشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا الفيديو الجاي، وتحياتي لحضراتكم مع الف مليون سلامه. يا ريت يا جماعه تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يدوس على زر الجرس. السلام عليكم.